سي أسعد، تعقيب. تريد أن تعقب أنت؟ نعم، لأنني فهمت أنك لم تفهم شيئا، وهي جراء الصدمة، لأن إشكال دابا الآن الجزائريين قوة الصدمة جعلتهم أنهم يتكلمون والجميع لا يفهم ما يقال. الإشكال اليوم فاروق، أقسم بالله الذي خلق السماوات والأرض لم أفهم منك إلا ملك المغرب والشباب المغربي. هذا ما فهمته لمدة 15 دقيقة. هذا إشكال. إشكال أن على ماذا إذا لم تفهم؟ إشكال، أنا لم أقاطعك. إشكال هو أن أسعد الشرعي، تعقب أسعد كما تفهم أمر غريب. أسعد الشرعي المسكين أراد أن يفهم ما تقول ولم يفهم شيئا. فاروق لم يفهم شيئا. كنت أتمنى الميكروفون يا فاروق. كيف يعقب على كلام ما فهموش؟ الميكروفون يا فاروق، الميكروفون. والله غير تفهمني الآن يا سي أسعد. سد الميكروفون يا فاروق. فاروق سد الميكروفون. فاروق سد الميكروفون. هاني سدينا سي. سد، ايوه. فقط غيروا لي هذه الشبكه، طلعوا لي ابو 8 اشخاص احسن. هذه كذا المتعب طوال هكذا. المتعب هو انه الله يصبرك يا اسعد، والله الله يصبرك، لانك سوف تستمع من مثل هذا فاروق العشرات. انا قلت لك ما يعرفونه ملك المغرب شباب المغرب، شباب المغرب ملك المغرب، ملك المغرب شباب المغرب. وإذا سألتهم عن زهرال عن زهرال، وهذا يا صاحبي لحظة يا أخي، خلينا نشوف المشرفين هذول. الله يهديك، ايش هذه الشبكة يا صاحبي؟ الشبكة السابقة كانوا يطلعوا 6 أشخاص، مو طوال هكذا 4. رجعونا مثل ما كنا كان على الأقل. ما أقبل أنا هذه الشبكة، أنا والله ما أقدر أدير اللايف هكذا. أوه اسمح لي يا رمزي، أنا آسف. بس خلونا هكذا لا عاد لا عليك. فبالتالي انا اشفق زعما والله العظيم على صبرك الذي سوف يطول مع هؤلاء، خاصه ان الصدمه كانت قويه جدا. الشعب الجزائري والناس اللي هما كانوا يهرولون لمده 50 سنه لا جواب لهم حول هذه الهزيمه. اليوم اطلب من فاروق المحترم، الانسان اخي العزيز واخي في الانسانيه وفي الجوار، أن يتحدث عن الفقر في الجزائر مثلا لكي أحترمه. يجب أن يتحدث عن المهاجرين اللي غادي في قوارب، يجب أن يتحدث عن الرئيس فاروق. تتنزل يا فاروق. فاروق تتنزل. الرئيس تبون، والذي قال عنه عندما أتى رئيس تبون أتت معه كورونا، أتت معه كورونا وهو فرحان سعيد جدا. أنا أطلب من فاروق ألا يعتقل في هذه الليلة عندما وصف رئيس الجزائر أنه عندما أتت معه أتت معه الصاعقة ديال كورونا. قل لي أن أتت معه النتائج، أتى معه الخضر، الفواكه، الأسماك. أن تقول وأن تربط رئيسك بكورونا فهي مصيبة. تفضل أخي سعد، تفضل. لا مزيان انك رديت انت، يعني انت وفرت علي الكثير. انا لو سمحت يا فاروق للمرة الأخيرة سد المايك. يا سيدي بس يفهمني معليش، يكذب برك المرة الأولى كيف ما فهمت. سد المايك. يكذب على أساس أنت قلت كلاما منورا، كلاما يا نزلوا الأخ فاروق، نزلوا الأخ فاروق، لم يلتزم. نزلوا تحت. شكرا. هذا نوع من أنواع الهروب. هذا الذي بيعبر نفسه بطل، هذا نوع من أنواع الهروب، المقاطعة المستمرة، ويريدني أنزله. خلص نزلتك، يعني عادي. أنا عارف أنتم متى أنتم تهربوا، أنا عارف متى أنتم تحبوا تهربوا وأنتم تبدأوا تقاطعوا، وأنتم عارفين المقاطعة عندي محرمة قطعا، وبالتالي تهربوا بهذه الطريقة. عادي، أنا أعطيتك الضوء الأخضر تهرب، لأنه فعلا وضعكم مزري كما قال. أنا أخي رمزي والله ما كنت سأرد عليه سياسيا، كنت سأرد عليه نفسيا، يعني كنت سأحلل تحليل نفسي للحالة الذي يعاني منها القوم. حالة أنا وصفتها من 21 أكتوبر، وأنا أتحدث عن حالة من الإرباك والتخبط والهذيان النفسي والمعنوي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر. شوف، أنا
لا أبالغ، والله لا أبالغ، أن ما تمر به الجزائر من 21 من 31 أكتوبر إلى هذه اللحظة وما هو قادم لم يمر على الجزائر في حياتها قط. وبالتالي مسألة هذا الهذيان عادي. تعرف أنه قد طلع واحد منهم يقول لهم عطاف يقول لهم هناك بدائل للقرار، رغم أنك لو تسأل عطاف تقول له ما هي البدائل؟ لا يوجد بدائل. واحد يقول هناك تعديلات الجزائر أصلا عدلت. هبطنيش أسعد ده. خليك الميكروفون يا أخي، نزلها يا أخي، نزلها لو سمحت، نزلها تحت. أنا اللي يفتح الميكروفون وأنا غربية يا ولادك. صافي يا حفيد الشهداء، صافي يا حفيد الشهداء، شكرا. أنا أدبكم، يا إما تتأدبوا يا إما تنزلوا. تفتح الميكروفون، أنت مفكر نفسك عند الحكوات اللي في المواصلات، تسكت وأنت مؤدب ولا تنصرف من غير رجعة وتذهب إلى الجحيم. لا يمكن لهنا إلا أن يتكلم المتأدب. قليل التربية نحيله إلى أسرته العفنة كي تربيه من جديد. الأخ لم يقل، تكلم كثيرا ولم يقل كلمة ولم يقل جملة مفيدة. أنا مع رمزي فعلا تكلم الملك الشباب، الملك الشباب، أنا قوة ضاربة، حاسدين كورونا، الحمد لله على كورونا. الوحيد اللي قال الحمد لله على كورونا وربطها بتبون، وبالتالي هذه علق عليها الأخ رمزي. حاسدينكم يا أخي، العالم يشفق عليك حاليا. العالم اليوم يضحك عليك، العالم اليوم يتندر بك. اليوم اليوتيوبر اللي فاتح قناة جديدة أو اللي فاتح منصة جديدة إذا يريد يرفعها يروح يشوف له أي حاجة جزائري يضحك ويطلع المشاهدات، كما أفعل أنا أقول لك، أنا أقول لك أنت عندي أحلى مد، أحسدك على إيش؟ أحسدك على إيش يا أخي؟ يا رجل، من التخبط الذي أنتم فيه لم تجدوا كيف تظهروا رئيس الدولة عبد المجيد تبون بظهور إعلامي كي يبين للناس أنه شوية متماسك. رحتوا جبتوا له واحد من متقاعد روسي ضابط متقاعد روسي يقابل رئيس الدولة في الجزائر. شوفوا، المهم عندهم أنه يظهر تبون. يبدو أنهم بحثوا على رئيس دولة يزورهم، ما لقيوش أحد. قالوا متقاعد مدري عايش عندهم في الجزائر ولا مدري فين عايش، وخرجوه من القاعدة. أي شيء ووسائل الإعلام هذا، وقد استقبل الرئيس عبد المجيد تبون الضابط المتقاعد الروسي. ضابط متقاعد يا أخي، قدوها كذا مياه. يا ريت أنتم جبتوا على الأقل ضابط عدو، ما قدرش متقاعد. على الأقل شوفوا البروتوكول، رئيس دولة بيقابل واحد ضابط متقاعد. وكل هذا نوع من أنواع الإرباك. شفتوا أنتم عطاف طلع تكلم بالعربي، خربط دق ولا قال شيء، ما استطاع. هناك بدائل. ايش يعني بدائل؟ اين البدائل؟ قل للجزائريين يا عطاف، عندما تقول الذي تم، تسأل عطاف وتسأل هؤلاء الذي معنا، ما الذي تم في 31 أكتوبر؟ ايش الذي تم؟ هؤلاء كان مجلس الأمن عندما رفعوا أيديهم رفعوا على ماذا؟ صوتوا على ماذا؟ يقول لك لا 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 ما غير ملزم. قرار من مجلس الأمن لم يستخدم في الفيتو وقال لك غير ملزم. من أين جئت بعبارة غير ملزم؟ ما فيش. المهم عبارات يضحكون بها على أنفسهم ويضحكون بها على هزيمتهم المنكرة أمام المغاربة. غير ملزم يعني بيلعبوا الجماعة بيلعبوا يلا جيبوا وفود المجتمع ووفود مجلس الأمن والطاعة والدنيا هجات ورجات، وقال لك ايش؟ غير ملزم. من قال لك ملزم وغصبا عنك؟ هذه الحقيقة التي أنتم تهربون منها. مجلس الأمن أقر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وخالص في الجمهورية. هذه الذي أنتم تهربون منها. يجي عطاف يقول لكم في بدائل، ما فيش بدائل. يجي يقول لك جزائري واخر نحن عدلنا ولا عدلتوا. يجي يقول لك واحد أصلا ليس ملزما، والله أنه ملزم. يجي يقول لك واحد لا أنتم فهمتوا الموضوع غلط. لا ما فهمنا غلط. بالعربي الفصيح قالت المسودة الأمريكية نريد التصويت على أن الحل في الأقاليم الجنوبية هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. من موافق؟ 11-0. 11-0. حتى أنت كجزائري لم تجرؤ أن تصوت ضد، انسحبت. شوف انسحبت لأنك لا تستطيع أن تصوت أنت ضد القرار الأمريكي أو ضد المسودة الأمريكية. ما تستطيع، ما عندك شيء تقوله. انسحبت أنت، كنت وحيدا،
هل رأيتم عمار بن جامع كيف عض شفتيه من الألم؟ ولو استطاع أن يعض أصابعه من الندم لعضها. رأيتم الوفد الجزائري تحت تأثير الصدمة مع التصويت، ونأسفوا ومؤسفوا وشيء مؤسف وأسف مؤسف ونأسف لما حصل، وترجع تقول لي لا الموضوع كذا. من قال أنه مسعد بولس استغرب من احتفالات المغاربة. أنا بقول لك هنا حاجة تفهمها. شوف، أنا سأقول لك حاجة تفهمها. والله لو تحاولوا بكل ما أوتيتم من قوة أن تقللون من أهمية 31 أكتوبر لن تستطيعوا. تعرف ليش؟ أنا أحسمها لك قطعا. خليك من خروج المغاربة، خليك نعتبر هذا المغاربة الشعب المغربي كله الذي خرج في المدن خرجوا لحاجة المايك. سد المايك، تمام، عادي سبوا عادي. نحن مقدرين وفاهمين وضعكم، عادي، لا بأس يا تربية هذا، لا بأس. نحيلكم إلى أمهاتكم وآبائكم الذين ربوكم. أنا هنا شوف نزلتك كأني أقول لك اذهب إلى عند أبيك وأمك الذي ربوك يعيدوا تربيتك. عادي، سبوا. احنا متعودين. فقط أنا أعتذر ممن يشاهدوني من الأسر المحترمة، امسحوها فيني، أنا آسف. الآباء، الأمهات الذي بتقعدوا الآن وأنتم قاعدين في بيوتكم تتفرجوا على هذا اللايف وتسوءكم مثل هذه الألفاظ، امسحوها فيني، أنا آسف. هو يسبني أنا والأذية في أنا، لكن أنا حريص عليكم أنتم، حريص على أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا من قليلي التربية، من خريجي الأسر القذرة، ممن وجدوا يعني بطريقة لا أدري كيف خرجوا إلى هذه الدنيا. لا أدري هل هناك أب وأم كانوا يقولوا لهم حرام وعيب وهم صغار. أنا أعتذر من جميع الآباء والأخوات والأمهات وبناتنا الصغيرات على عيني وراسي، واسمحوا لنا. أنا والله لا أهم أن يسبوني. أنا ناشط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسب إلى هذه اللحظة. عرضي ليس أغلى من عرض النبي صلى الله عليه وسلم. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقذف إلى هذه اللحظة. أنا فقط التلوث السمعي الذي يصيب الأسر الكريمة التي تشاهدني هو الذي يزعجني يعني بالذات. وبالتالي أتمنى أنكم تعذروني على هذه الألفاظ التي تسبب لكم شوية تلوث سمعي. أنا آسف، جدا آسف. شوف، سأعود إلى النقطة المهمة التي سأجعلها ملزمة لكم. صافي، وركزوا على هذه النقطة جيدا. نفترض أن الشعب المغربي الذي خرج عن بكرة أبيه خرج لحاجة تافهة. خلاص، اعذروني يا مغاربة، بس خلوني أوصل الفكرة بالطريقة التي أنا أراها للكائن التبوني. أنا أعرف كيف يفهم. هو يقول لك مسعد بولس استغرب من المبالغة الذي بالغ المغاربة، ولماذا هذا الفرحة، ولماذا هذا البهجة، ولماذا اعتبرتموه نصرا وإلى آخره. أنا سأتجاوز الشعب المغربي كاملا، ويعذروني المغاربة، لكن سأقول لك ما هو الفصل في هذا الموضوع. ما هو الفصل في هذا الموضوع، وما هو كلمة الفصل. تعرف ما هو كلمة الفصل؟ ما هي؟ تريدوا تفهموا ولا أنتم كلين؟ إذا عندكم قابلية للفهم، أنا سأضعكم أمام صورة تتحطم فيها كل آمالكم في أنه في تعديلات، القرار غير ملزم، القرار ليس إنجاز، الموضوع طبيعي، الشعب بيواهم، لا يوجد انتصار، لا يوجد حسم، لا يوجد. أنا سأحيلك إلى شيء يبدد لك كل هذه الأمور. تعرفوا ما هو؟ خطاب الملك محمد السادس. أيوة، أنا أعني ما أقول. خطاب الملك محمد السادس الذي خطب به بعد القرار مباشرة. مش لأنني أزكي الرجل، هذا ليس تزكية مني أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا، ما قلت هذا الكلام. وليس لأنه معصوم إله من رب العالمين يعني كلامه وحي ينطق، لا، نحن لا نقدس أحد أبدا، لكن نحن نعلم ما معنى خطابات ملك المغرب، ونحن نعلم جيدا أن كل كلمة يخطبها في محلها، وكل جملة يقولها في محلها، ولم يجرب عليه أي شطحة في يوم من الأيام، ولم يجرب عليه. ونتحداكم في 26 سنة من حكم الملك محمد السادس إلى هذه اللحظة الذي يخاطبكم أسعد الشرعي من داخل الدار البيضاء،
أن تأتون بشطحة واحدة قالها ملك المغرب للشعب المغربي وطلعت كذب، وطلعت وهم، وطلعت عبارة فضفاضة ضحك بها على الشعب المغربي. نحن نعرف أنه لا يقول للمغاربة إلا الشيء اللي هو كائن، الشيء اللي هو موجود، الشيء الحقيقي اللي موجود فعلا. والملك قال بالحرف الواحد، وركزوا على العبارة رجاء عشان تخرجوا من موضوع القرار ليس ملزم، القرار ليس مهما، القرار أصلا فيه تعديل، القرار ليس وحيدا، الحكم الذاتي ليس تطيطا وبطيطا وسطيطا. لا يا روح أمك. الملك محمد السادس قال للمغاربة شعبي العزيز أهنئكم بطي الملف كليا. تريد تفهم، ما تريد تفهم الحجرة ديالي في بريطانيا، وإلا كنت اللي يخرج من الصف شكرا يا أخي، والله عمري ما شفت أسد إلا اليوم. شكرا يا أخي الكريم، شكرا. خجلتمونا بهذا الأسد، الله يسامحكم. دابا يقولوا عامل للمخزن، بس خليهم يقولوا. شوف يعني أنا هذه عندي الفيصل، مهما توهمتم، مهما ضحك عليكم عطاف يقول لك هناك بدائل، يضحك عليك يا مغفل أنت، يضحك عليك. هو يريد يسنرك، هو يريد يخرجك عن الواقع الحقيقي، أنه هذا الملف طوي طيا كاملا. الأمم المتحدة حسمت موضوع مستعمرات ومدري ايش، تصفية حسم استفتاح تقرير مصير، خلاص ما حد في شيء. ملك المغرب قالها هذه العبارة، وأنا أقسم بالله منذ أن تابعت هذا الملف لم أرى للرجل أي شطحات خطابية. وعندما يقول طوي الملف هو يعني ما يقول. وأنا أحيلكم يا جزائريين، وهذه نصيحة، واسمحوا لي أخي نوفا وتحفة وزارة، اسمحوا لي أنا أتكلم في حضرتكم وأنتم المفترض يعني طولت عليكم أقصد، إنه على الجزائري العاقل أنك تصدق الملك محمد السادس ولا تصدق عطاف. عطاف خواف، والرئيس عبد المجيد تبون إلى هذه اللحظة ما زال تحت تأثير الصدمة، وكلكم ما زلتم تحت تأثير الصدمة. تريدون أن تغطوا على الشمس يا أخي بغير بال. هذا والله حالكم حال الإنسان الجزائري اليوم، والإعلان الجزائري كمن يريد أن يغطي على الشمس. الشمس يا جماعة، الشمس هكذا وقت الظهر، ويأتي لك بغير بال ويقول أنا أغطي الشمس، وهي أصلا ضاربة. أو أنا أضرب لكم مثال، يعني أنتم كمن يريد أن يغطي الشمس بإصبعيه. تخيل أنت معك 4 أصابع وتريد تغطي عين الشمس هذه كلها. هذا حالكم مع القرار الأممي، هذا حالكم أيها الجزائريين مع القرار الأممي. والمشكلة أن محاولاتكم مضحكة، بائسة، مهزومة. يجي يقول لك ليس ملزم، واللي يجي يقول لك لماذا تفرحون. المغاربة تفكرون خرجوا من فراغ، خرجوا بعد خطاب ملكي يدركون ماذا قال الرجل وماذا يقصد الرجل. ألا تخجلون يا أخي؟ ألا تستحون يا أخي؟ على الأقل مارسوا السياسة ولو مرة يا أخي. أحسنوا اختيار القرارات التي أنتم تعرفون. معقول على قلوبكم أقفال إلى هذه الدرجة؟ معقول كما قال منير لديكم غشاوة على عيونكم إلى هذه الدرجة؟ يا أخي الواحد ممكن يكون مغفل ومجنون وأحمق سنة، سنتين، 3، لكن نصف قرن من إدارة الفشل، ومن فشل إلى فشل. عفوا أنا سأختم بهذه العبارة، خذوها مني قاطعة مقطوعة ولا تجادلوا فيها أبدا. موضوع الصحراء طوي طيا أبديا، والقرار ملزما بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. هذا الذي يريدوا يعني يغطوها عليكم أنتم كالجزائر.
حتى لا تتساءلوا أين فلوسنا، أين أموالنا، حتى لا تبرروا فشل دولتكم 50 سنة، حتى تهربوا أيضا من مسؤوليتكم أمام الصحويين الذي كذبتم عليهم واستغفلتموهم واستحتموهم منذ 50 سنة بأنكم ستعطوهم جمهورية الصحراء الذاتية المستقلة المفصولة عن المغرب، وأنه سيكون هناك دولة عن وفي الأخير طلعت بخار، أخرتوا كل شيء. يكذبوا عليكم. التعديلات، البدائل، هناك احتياطات. هو ليس ملزما. ملزم يا روح امك، ملزم. قرار مجلس الامن ملزم، ماهيش جمعيه خيريه عشان تقول لك غير ملزم. ما جوش يلعبوا. قرارا ملزما باعتماد الحل الوحيد والعملي والممكن اصلا للتطبيق هو الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. الذي تتفاوضون عليه هو شكل هذا الحكم الذاتي. هي هذا البدائل التي تقصدوها، هي هذا الذي قصدكم غير ملزم، هو هذا الذي قصدكم تعديلات. هذه أيضا في خطاب الملك دعاكم. تعرف لماذا دعاك؟ مثلا فكر أنت كجزائري. اسمحوا لي يا أخواني أنا شوي طولت، بس والله أني آسف جدا على تحفة والإخوة والنوفة وهذا. لماذا الملك محمد السادس طلب تبون للحوار؟ على أيش تتحاور؟ ليس على الصحراء، وليس على الحكم الذاتي، ولا تقرير المصير، ولا استفتاء. على ماذا قصد الملك ملك المغرب؟ وأتمنى من تحفة والصدر المزيء مثلا يفهمون ماذا قصد بأنه أدعو أخي عبد المجيد تبون لتحمل المسؤولية ويجي نتفاوض. نتفاوض حول ماذا؟ حول أمر قد حسمه مجلس الأمن. هذا لا يمكن يكون الملك هكذا. لا يمكن أن يقول في بداية الخطاب طوي الملف طيا كاملا ثم يأتي التبون ويقول تعال أتفاوض معك حول الملف. مستحيل يتناقض الملك محمد السادس هذا التناقض. إذن حول ماذا دعا؟ تعرف حول ماذا؟ حولك أنت، حولك أنت. هذه مبادرة، هذه آخر مدة يد لك أنه يخرجك ولا يحسسك أنك مهزوم ولا أنك مغلوب، وأنه بيقول لك تعال أنا سأنقذك. أنا كمغربي الذي عاديتني، أنا الوحيد الذي سينقذك من هذا الحرج الذي أنتم فيه والهزيمة النفسية التي أنتم أمامها أمام الشعب الجزائري وأمام الشعب التندوفي. هذا قصد الملك. والله العظيم ما عنده قصد، عامل إنساني. أنا أقول لك دعوة الملك محمد السادس لتبون والله لا علاقة لها بالسياسة، وليس لها أي بعد سياسي، لها بعد إنساني ديني أخلاقي، أنه تعالنا نخرجك مما أنت فيه. الله يخرب بيتك، تعال يا أخي إحنا نخرجك مما أنت فيه. هذا هو القصد. اسمحوا لي يا أخوان الكرام طولت شوية، لكن